هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بصحة وبخير وعافية. راح نسوي الريزوتو الإيطالي. أول شغلة حتصير إنه خلينا هذه الجدر بيها مي، وراح أخلي عليه تقريبا مكعب ونص من الماجي على مود يغلي، وأشوفكم الخطوة اللي بعدها. حبايب، المكونات اللي راح أضيفها للريزوتو عندي هنا هاي المأكولات البحرية المشكلة هيك تكون، وياها قطع من الطماطم. وعندي طماطة هاي الصغار، وفص واحد من الثوم، زيت زيتون، وكوبين من الرز اللي يكون هذا الحبة قصيرة هيجي. هنا أنا خليت زيت الزيتون بالطاوة، وهذا حضرته اللي يكون الماجي والمي، حتى هذا اخذ من عنده واضيف للرز من ابدي اطبخه. شوفوا بنات، هاي ضفنا الطماطة وفص الثوم وهذول المأكولات البحرية. ماكو داعي تخلون زيت الزيتون يحلى، رأسا ضيفوها. هسه نخليه الى ان يذوبون هذول المأكولات البحرية. حمسوا عندي بهالطريقة هذه. حاليا راح نضيف عليها التمن او الرز. اثناء ما احنا دا نسوي التمن نحمسه ويا هذولا الشغلات، احنا لازم نكون حاطين الجدر الثاني على النار، ويكون المي مالته حار، حتى لما نضيف عليها ما تتغير درجات الحرارة عندي، وارجع انتظره لحد ما يغلي، حتى يكون كل شي عندنا سهل. حبايبي، هاي راح ابدي اضيف هسه عليها المي، ولازم اضيف شوية شوية، يعني اضيف كوب اشوفه ينشف بعدين اضيف مرة ثانية، لا تضيفون المي مرة واحدة. صار عندي بهالشكل هذا، دا يغلي بس على عين كلش ناصية. حبايب، جهزناه للريزوتو وطفيت عليه. راح اضيف عليه مكعب من الزبدة يساوي تقريبا ملعقتين كبار، وهذا المي اللي حضرناه مسبقا ما استخدمته كليته، اخذت 6 اكواب من عنده فقط. وراح اضيف ايضا جبنة البارميزان، واصبه بالصحن واقدمه. صار عندي بهالشكل هذا، والطعم مالته روعة كلش طيب. اتمنى تجربوه ويعجبكم، واتمنى ما تنسون من اللايك والاشتراك بالقناة، واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد، واتمنى تكونون ان شاء الله استمتعتوا وياي. مع الف سلامة.